بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى ان شاء الله الفيديو ده من العيار التقيل اللي هيعجبكم جدا جدا. بمناسبة بقى الساعة داخلة علينا، فقلنا نعمل الحلويات بتاع النهارده دي. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول وهنبدأ معانا المقادير. هنا بحط ربع كوباية زيت على كوباية سمنة، هروح اقدحهم على النار. وبعد كده هنا عندنا كيلو دقيق عليها رشة ملح ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، لازم ندفنها في الدقيق كده يا جماعة، علشان طبعا السمنة هنا مقدوحة علشان ما تبطئش مفعول البيكنج باودر. وعندي هنا معلقتين سمسم حطيتهم مع السمنة عشان يتحمصوا، وبعد كده بضيفهم على الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اقلب بالراحة علشان سخنة طبعا. وبعد كده هبدأ أبسها بإيدي علشان أبسها عشان تنعم، وفي نفس الوقت إن أنا ببرد الدقيق علشان لما أجي أحط الخميرة. وفي الأول خالص حطيت نص كوباية مية دافية عليها معلقة خميرة ومعلقة سكر، ودوبتهم مع بعض زي ما شفتوا في أول الفيديو، وركنتهم لحد ما الخميرة اتفعلت زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، خمرت وزي ما انتوا شايفينها ارتفعت خالص كده. بعد كده ببدأ احط المية واحدة واحدة لحد العجينة ما تلم خالص وتبقى عجينة طرية معايا في ايدي. وهقول لكم العجينة خدت قد ايه مية. شايفين يا جماعة ملمس العجينة اهو، انا عجنتها ولميتها اهي زي ما انتوا شايفين. اظن الصورة موضحة ان العجينة طرية خالص اهي. شايفين سمك العجينة طرية خالص اهي وجميلة. هلمها بقى دلوقتي وبعد كده هغطيها بكيس بلاستيك وعليها فوطة وهسيبها شوية. ودول شوية المية اللي فاضوا، وهي خدت كوبايتين الا ربع. يعني نحط اول كوباية وبعد كده الكوباية الاخيرة نحطها شوية بشوية. ودي عجوة طرية جدا يا جماعة، لازم أن تكون طرية علشان اعرف افردها على العجينة. بعد كده جبت كورة من العجينة وفردتها زي ما انتوا شايفين كده بالنشابة، وبعد كده ببدأ افرد عليها العجوة، وبعد كده هطبق عليها الطرف الاول بالطرف التاني اهو. ده هنطبقها كده ونقفل على العجوة كلها علشان ما تبقاش باينة مني وتتحرق في التسوية. بعد كده هبدأ اظبطها بالنشابة زي ما انتوا شايفين. لازم سمكها يا جماعة تكون رفيع جدا علشان يديني النتيجة في الاخر مش قراقيش، هتبقى بسكوتاية. وهتشوفوها في اخر الفيديو، يا ريت تكملوا معايا الفيديو كامل علشان في مفاجآت في اخر الفيديو هتشوفوها، وهتشوفوا اشكال كتيرة. بعد كده بقطعها بالعجلة اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده بخرمها بالشوكة علشان ما تقبش معايا وتبقى زي البسكوتة بالظبط. القراقيش بتاع النهاردة يا جماعة هتعجبكم بإذن الله، وهتشوفوها شوفوها في الفيديو هتعجبكم، هتخلصوا الفيديو بإذن الله وتقوموا تعملوها. وده تاني شكل يا جماعة، برضو فردت العجوة وبقفل عليها زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بفردها بالنشابة علشان السمك معايا يبقى رقيق جدا. على قد ما تقدروا يا جماعة رققوا العجينة دي علشان تطلع معاكم في الاخر مقرمشة وجميلة، علشان كده اسمها قراقيش. وانا هنا بعملها بالشوكة علشان ما تقبش معايا، وقطعتها بالعجلة بتاع البيتزا، وادي السمك بتاعها اهو رقيق جدا يا جماعة لازما كده. وده بقى الشكل اللي بعد كده. عندي كورة فردتها حطيت فيها نص عجوة والنص التاني سادة، وقفلتها على بعضها زي ما انتوا شايفين، وبالنشابة برقها خالص، وبعد كده بالعجلة ببدأ ان انا اقطع الحروف علشان اقفل عليها خالص عشان ما تفتحش معايا في التسوية. وعملتها بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، شكل مثلث، وبعد كده بخرمه برضو بالشوكة. وده شكل تاني برضو بفردها النص عجوة والنص سادة وبفردها رول، وبعد كده بقطعها زي كعب الغزال كده، بتديني المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، عجينة وعجوة وطعمها وشكلها يفتح النفس. وده برضو شكل مختلف، برضو نص على نص وبنرققها كده، وبعد كده بقطعها بالزجزاج علشان يديني شكل جمالي وحلو. وهنا الطروف دي علشان اقفل على عجوة ما تطلعش مني اثناء الطيبان.
والشكل ده يا جماعة دايما بنشوفه مع بتاع السميد اللي هو بيبيع السميد بالعجوة. وكده انا خلصت الكمية كلها يا جماعة. شايفين من كيلو دقيق اداني قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. كمية كبيرة جدا. وده معلقة عسل اسود عليها شوية مية، قلبتهم مع بعض وهدهن الوش، وبعد كده هدخلها الفرن. شايفين يا جماعة الحلاوة بعد التسوية؟ والله يا جماعة بسكوتاية بسكوتاية. شايفين التسوية من فوق ومن تحت زي البسكوتة بالظبط. حرام نقول عليها قراقيش، والله بسكوتاية. هتدوب في بقك دوب، وفي نفس الوقت محمصة كده وجميلة. والتسوية طبعا على نار هادية. نسخن الفرن الأول وبعد كده ندخلها على نار هادية علشان في الآخر تدينا بسكوتاية مقرمشة زي ما بقول لكم. دي اللي هي المحشية يا جماعة. شايفين الشكل والمنظر؟ وديت برضو الشكل من الأشكال اللي أنا وريتها لكم. ودي اللي هي السادة اهي يا جماعة، اللي حابينه اعملوه. ودي برضو اللي هي المربعة، وهوريكم اللي هي اهي. شايفين الذوبان؟ شايفين النعومة؟ والله يا جماعة تتاكل اكل. يا رب الفيديو يكون عجبكم. عايزة لايك، وياريت تتابعوني يا جماعة، ولايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله.